السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هشارك معاكم طريقتي في عمل عيش البلدي او عيش الحمية زي ما احنا بنسميها. انا جبت هنا دول 2 كيلو كده من الدقيق، هبدأ انخلهم كده زي ما انتم شايفين كده. هبدأ انخلهم، لازم تنخلي دقيق كويس كده. تعملي اي حاجة بالدقيق لازم تنخليه كويس، عشان ده عامل من عوامل نجاح الحاجة بتاعتك. خلاص، انا كنت بعمل العيش ده في بيت ماما الله يرحمها، كان نفسي جايبين عليه، والصراحة يعني حسيته بريحة ماما هناك، يعني ان انا اعمله هناك. خلاص، وبدأت كده نخلت الدقيق اهو. تمام. بعد كده بقى هجيب شوية من الملح، ومعايا هنا معلقة من الخميرة، احط عليها معلقة من السكر، واحط عليها شوية من المية الدافية. انا كنت حاطة هنا مية جنبي دافية يعني مبرداها. هبدأ كده اقلبهم، وهبدأ بقى اجيب الملح كده، احط رشة من الملح اهو. خلاص، الملح ده بنسميه احنا حلال العجين. بعدين بقى المية هبدأ ازودها بالتدريج زي ما انتم شايفين كده، مش هحطها مرة واحدة عشان اشوف هيحتاج قد ايه. هقلب كده بحيث ان العجينة تلم معايا، واشوف بقى يعني لينيتها بالمية بالتدريج زي ما انتم شايفين كده. انا مسرعتش الخطوة دي عشان تشوفوها اهو. بلم كده الدقيق، وهنا يمنى حطيت لي الخميرة برضو اهي، بحيث برضو ان العجينة ما تطرش مني قبل ايه الخميرة ما وانساها يعني. هبدأ بقى كده اعجن اهو لحد ما العجينة تلم معايا، واحس انها مش محتاجة مية. بصوا، العجينة دي بتبقاش يعني ايه، مبتبقاش لا طرية ولا جامدة، يعني بتبقى متوسطة. هوريكم سمكها دلوقتي بعد ما المها. بزود المية كل شوية بدقيق كده عشان اشوف العجينة محتاجة قد ايه. خلاص، هنا بعد ما لميتها خلاص اهي. بصوا العجينة اهي، متبقاش يعني مبقاش جامدة اوي ولا طرية اوي اهي. خلاص، هسيبها بقى تخمر كده، اديها كده عجنة كام كده عجنة، وبعدين اسيبها بقى تخمر. بصوا مفيش اي حاجة ماسكة في الحلة خلاص، لاني خلاص انا كده ايه لميتها اهي. هبدأ بقى اسيبها كده في الحلة بقى تخمر، واوريها لكم بقى وانا بقطعها. انا بقى ما كنتش عامله كميه كبيره، يعني في ناس بيعملوا كميه كبيره كده ويحطوها عندهم، ما بيبص العيش ده ولا حاجه، ويتاكل كده بالصبح او بالليل، بتفطري بيه او تعشي بيه. بس انا ايه يعني كنت عامله كميه قليله كده، بحيث ان انا ايه على قد استهلاكنا يعني. خلاص، جبت بقى الرده اهو، هبدا احطها كده على الصينيه، وهبدا اقطعه بقى على رده زي ما انتم شايفين كده. عارفين الفرق بين ان انا بشتريه من جاهز ومن فرق ان ده، ان الجاهز بيبططوه على دقيق، احنا حاطينه على الرده بقى عشان عايزه احس بطعمه ده زمان. بصوا العجينه كانت خمرت اهي. هبدأ بقى كده اقرصها. بصوا بقى، انا كنت مقرصاه صغير، المفروض ان هو بيبقى اكبر من كده، بس انا عشان كنت اول مره اعمله لوحدي، يعني بعد وفاه ماما الله يرحمها ما عملتوش خالص يعني لوحدي. فقلت بقى ايه هجرب اعمله صغير، عشان مش عارفه هعرف اقطعها لو كانت كبيره ولا لا. فجربت انه اعمله صغير، بس عملته على ايدي يعني عملتوش على المكنه. انتي طبعا لو انتي اول مره تعمليه زي اعمليه بالمكنه يطلع معاكي حلو. انا جربت كده بس ولو انتي هتعمليه بقى ممكن تكبريه شويه يعني عن المقاس ده، عشان يعني بالنسبه للمطرحه اللي انا بعمل عليها كانت يعني ايه مش مليها قوي، فانتي ممكن بعد كده تكبري التقريصه شويه زي ما انتم شايفين كده. انا بقول لكم كل حاجه، انا الصراحه دي تاني مره اعمله بعد فاطمه الله يرحمها، يعني عملته مره بس بالمكنه، اول مره اعمله من غير مكنه يعني. اهو زي ما انتم شايفين كده. العيش ده بقى احنا كنا على طول بنعمله، كان لازم يبقى موجود عندنا كده، حابه تفطري تتعشي تعملي كده نكسروه وناكله بقى العيش باللبن. ده بقى طعمه لذيذ يعني بجد، يعني نفسي فعلا كانت جايبين عليه، كنت مشتاقه له جدا. عارفين كده بتشتهي الاكلات امك وحاجات امك، الحاجات الحلوه اللي بيعملوها كنت مشتاقه له بطريقه فظيعه يعني. خلاص كده عملتهم اهو، قطعتهم كلهم. حاولي على قد ما تقدري ايه تساوي ايدك يعني. تمام، بسيبه بقى يريح يعني 10 دقايق كده، وبروح بقى إيه جبت بقى الطبليه كده اهو، حطيت شويه رده كده على الطبليه، قلت ايه هبطط اهو. بصوا العجينه ما شاء الله بتفرد معايا اهو بسهوله زي ما انتم شايفين كده اهو. المهم يعني كل شويه ارفعيها كده وتاكدي انها مش لازقه يعني.
عايزه اقول لكم ان هما زمان بعد ما كانوا بيعملوه كده كانوا بيمسكوه على ايديهم كده يكبروه. انا عملت كله بالفريره لاني لسه يعني ايه مش بعرف قوي فيه. وكمان كانت ماما الله يرحمها بيعملوا العجينه الطريه سنه على اللي انا عاملاها دي. انا برضو بقول كل حاجه. انا هنا هبططه شويه على المطرحه اهو. حاولي بقى لما تيجي تعملي اعملي على الاطراف بس، الاطراف يعني كبري الاطراف عشان ما يطلعش ايه من يعني من جوه ومن بره. فاعمليه رفعي الاطراف، ما يطلعش اطراف تخينه يعني اهو كده. بصوا انا بقى بقول لكم ان هو ايه ما خدش المطرحه كلها عشان انا مش مقرصه كبير. خلاص يبقى السكينه كده وقطعه اهو. هعمل كمان واحده بقى لان انا ايه كنت قلت هعمل كده 2 عبال ما هم بقى يعملوا بطاطو معايا وانا هخبزهم يعني. فقلت اخلي 2 كده جنبي واخليهم بقى هم يبططوا، بس اعمل 2 كده في التصوير بس يعني. زي ما انتم شايفين كده العجينه حلوه، هي بتتفرد معايا بكل سهوله. نجيب بقى المطرحه التانية. هنا كنت هولع الفرن بس ولعت الفرن بقى ومسحته كده يعني جبت زي كيسه كده ومسحته بيها بحيث ان هو يبقى نضيف. وبعد كده بقى سبته ينشف وعبال ما ابطط دي كده يعني. خلاص لازم من اول حاجه تمسحي العرصه يعني بيسموها العرصه. خلاص وهنا بدات اهو ابطط العيشه التانية. انا بقول لكم كل حاجه عشان لو انتي اول مره تعمليه تبقي عارفه كل حاجه، ان انتي لازم الفرن تسخنيه، ولازم الحاجه الاولانيه برضو ان انتي تكوني مسحه العيش العرصه عشان ما يبقاش عليها اي حاجه يعني. خلاص اهو هبدا بقى احطها على المطرحه. شايفين العجينه ما شاء الله عليها بتتفرد معايا بكل سهوله. العجينه بتتفرد. حابه تعمليها بقى على ايدك بتعرفي تمام، حابه تعمليها بالمكنه بقى هتبقى احلى واحلى يعني. بالمكنه بيبقى اسهل يعني. خلاص بس انا الصراحه يعني حبيت اعيش التجربه كلها زي زمان، حبيت اعيش الاجواء دي. خلاص حطيتها هنا اهو. هبدا اقطعها برضو، هفردها بس كده فرده كده على المطرحه. قولوا لي بقى انتوا بتحبوا العيش ده ولا لا؟ كنتوا بتاكلوه زينا واحنا صغيرين وانتوا صغيرين ولا لا؟ كل واحد كده هستنى تعليقاتكم. اهو هبدا بقى كده اقطعه كده، قطعتها اهو. وهبدا بقى خلاص كده احطه بقى في الفرن. وتعالوا اوريكم شكله ما حطيته في الفرن. طبعا الفرن كنت مسخناه اهو. حطيته في النص بقى عشان العين بتاعه الفرن ده بتبقى من تحت يعني في النص كده. فالاول حاجه بحطه في النص وبعد كده بعد اول ما بيقب بحطه على الجناب. خلاص اهو. بعد كده بحطه على الجناب كده بقى عشان يعمل، واحط بقى واحده تانية. بصوا ما شاء الله بيبقى جميل جدا. طبعا بقلبه كده بحيث ان هو يحمر من كل النواحي ويتظبط يعني، عشان ساعات بتبقى يعني العين مش مظبوطه قوي. بس العين كانت عايزه تبقى واطيه شويه عشان بصوا كان في حبه كده احمروا شويه. المره بقى الجايه ان شاء الله لو اعمله معاكم هعمله بالمكنه، هوريكم بالمكنه ان شاء الله. ده كان من الاكلات الاساسيه عندنا في البيت يعني. كل اسبوع كده كنا بنعمله كميه الاسبوع بحاله. والعيش ده مش بيبوظ لان هو بيبقى ناشف، بينشفوه كده، سيبوه متهوي مفروض كده بينشف. اما لو انت عايزاه طري بقى بتطلعيه تروحي على طول لفافه قماشه هيتنه طري وياكلوه. وكان ساعات لما يحبوا يخلوه طري اللي هو ناشف يجيبوه كده يبلوه شويه ميه يحطوه على البوتاجاز بيبقى طري جدا. بس لو هم عايزينه في الاول طري بيعملوا بقى، بيروحوا زي ما بقول لكم كده، بيروحوا لو هم عايزينه في الاول طري بيروحوا جايين حاطينه كده في قماشه عشان يتن طري
اهو. اتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش تحطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب ودعمونا بقى عشان يوصلكم كل جديد. واقول لكم بقى يلا مع السلامه. هوريكم شكله بقى النهائي بقى الكميه اللي انا عملتها وشكله اهو. انا طبعا كنت عايزاه ناشف فكنت مفرده كده عشان ينشف، وده شكله ما شاء الله حلو جدا والله. يتاكل ناشف كده جميل، سواء تاكليه بقى بجبنه. في حبه اتحرقوا مني يعني، بس هو والله ما شاء الله جميل. عايزه اقول لكم ان انا بجد حسيت فيه بريحه امي الله يرحمها، لاني عملته في بيتها، وكمان حاجه هي كانت بتعملها لنا. اتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم. اقول لكم بقى مع السلامه.